بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير. وحشتوني 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 جدا. معلش طولت الغيبة عليكم، والله حاجات كتير جت على بعضيها كده، وعكة صحية بسيطة على الامتحانات بتاعة الولاد، فخلت الواحد مش فاضي خالص ومشغول، وما كانش عنده وقت خالص انه يصور معاكم فيديوهات. بس انتوا وحشتوني وانا افتقدتكم جدا. مش عارفه وحشتكم انا كمان ولا لا. لو كنتوا وحشتكم اكتبوا لي بقى في التعليقات، وحطوا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الاشعارات الجديده. طبعا نغيب ونرجع بقى ايه بروتين حلو كده وجامد واكله حلوه جدا هتعجبكم ان شاء الله. بس ادخلي يلا كده ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. كان عندي شوية فريك بقى من اللي هو الفريك الصعيدي الجميل بتاعنا الجميل ده. قلت يا بت ايه هاتيهم كده واقعدي نقيهم على مهلك كده، عشان الفريك ده انتوا عارفين يعني ايه الغلطة معاه بفورة، بيبقى فيه زلط، ولو ما خدتيش بالك منه ممكن لا قدر الله يعني يبوظ اسنانك. فلازم ايه تنقيه كويس جدا وتغسليه كويس جدا وتنقعيه كويس جدا. دي بصراحة نصيحتي ليكي. لو انت بتستخدمي الفريك الصعيدي السايب من عند العطار لازم تعملي فيه كده وتقعدي تنقيه كده بتأني وبالراحة. عملت انا كوباية القهوة بتاعتي الصبح كده اهو، انا كنا لسه الصبح يا دوبك فطرنا وعملت كوباية القهوة، وقلت ايه اقعد انقي فيه بالراحة كده وعلى مزاجي كده وعلى روقان، عشان ما يبقاش فيه اي حاجه وابقى مطمنه له. لازم تعملي كده لو انت بتجيبي فريك سايب، غير لو انت بتشتري الفريك المعلب بقى اللي هو الحاجات النظيفه الضحى والكلام ده، بيبقى نضيف على فكره. يا دوبك بتجيبيه تغسليه وخلاص. غير السايب اللي من عند العطار ده لازم تعملي فيه كده. بس هو عامه بيبقى نضيف بيبقى حلو جدا الفريك الصعيدي، وبعدين كمان ارخص من المعلب يعني، بيبقى حلو جدا. فانا غسلته غسله محترمه ونقعته كده وشلته على جنب. بقى هنعمل بيه اكله ايه شويه كده. بس الاول بقى ايه كان عندي وركين حلوين مبقلظين كده وحلوين. جبتهم يعني، قلت بقى يا بنتي كنت نقعهم في حبه جنزبيل وليمون وملح ومخليهم ايه شنتفه يعني. فقلت بقى ايه اديهم شطفه حلوه كده اهو بعد ما اتنقعوا، ويلا بقى ايه نتبلهم ونعملهم اكله حلوه جدا. امال الفريك هتعملي بيه إيه يا لولو؟ اسبوع على رزقكم. بس ده النهارده المنيو حلو قوي وهيعجبكم. عامله فيه اكلتين عظمه بصراحه، يعني للناس الكيفة بقى. قلت بما ان الواحد ايه بقاله شوية مجوع العيال ومشحورهم في الاكل، وبناكل كل يوم اكل كده اي كلام بسبب الامتحانات. انتوا فاهمين عندكم ولاد طبعا وعارفين الامتحانات دي بيبقى وقتها ضيق جدا وبتبقى زنقة، وبسبب قبلها كمان كنت عيانة شوية كده وعكة بسيطة كده. فما كنت بصراحة ظلمهم في الاكل يعني. فقلت يا بت لا خلي عندك بقى ايه يعني شوية كده، وقومي بقى ايه اعملوا لهم اكلة حلوة محترمة كده ورمي عظمهم. فالصراحة ايه ظبطتهم النهاردة بعد ما غسلت الوراك بتاعتي وشرحتها كده تشريحة حلوة. جبت شوية بصل كده قطعتهم حتت تخينة يعني مش رقيقة قوي، عشان ايه تبقى لها شخصية كده، تستوي مع الفراخ ويبقى لها شخصية ما تدوبش بقى ونيجي ندور على البصل ما نلاقيهوش. وبشرت طماطمايه حلوة كده، وهعصر عليها واحدة ليمونة كده واحط عليها حبة خل، والتوابل بقى اللي تعجبك. بصي يعني اي توابل انت بتحبيها حطيها. انا احط مكعب مرق واحط شوية بهارات فراخ، واحط توم بودره وبصل بودره نحطهم على بعض كده وبابريكا وملح وفلفل اسود. بقول لكم بقى ان انا ايدي والله متعوره وبشتغل بايد واحده انتوا فاهمين. كنت بجر البوتاجاز فقطع لي صوابعي الاتنين اتعوروا جامد بصراحه. لزقتهم بلزقه كده، بس مش عايزه اقول لكم اللزقه دي بعد شويه من كتر ما ضغطت عليهم وقعدت اشتغل في المطبخ وكده رجعت صباعي يخر دم تاني. فهضطر انزل بقى ايه اعمل له ششو قطن بقى عشان اللزقه دي مش نافعه يعني. بس احنا طبعا كستات بيوت يعني الحمد لله فينا اللي فينا. بس لازم نعمل اكل طبعا ولازم نروق ونعمل اللي علينا، ما ينفعش نقعد كده ونقول ايه اصل احنا متعورين. بنكمل عادي انتوا فاهمين، التعويرات والحاجات الصغيره دي ما بنشغلش بالنا بيها كتير قوي يعني. فمسكت بقى ايه بحط اهو كل التوابل اللي قلت لكم عليها. اي توابل تحبيها وموجوده عندك في البيت حطي منها. عايزه تحطي حبه زبادي، تحطي حبه صويا صوص، تحطي كاتشب، تعملي زي ما انا عامله كده. بصوا بتطلع الفراخ دي طعمها تحفه. والله البصل اللي تحت ده مش عايزه اقول لكم حاجه كده، والله العظيم تحفه. بيبقى شارب من الفراخ ومتكرمل كده ومسكر، بيبقى طعمه حلو قوي. انا ولادي بيحبوا البصل جدا اللي تحت الفراخ ده. الفراخ اللي بالبصل دي من اكلتنا المفضله الصراحه. لو تفتكروا انا كنت عاملاها زمان معاكم في القناه القديمه،
من زمان يعني، اول ما فتحت القناه الفيديو ده كان جاب عندي مليون مشاهده، وكان لغايه اخر وقت والله بيجيب لي تعليقات حلوه جدا، وكانت الناس مبسوطه منه جدا. وكل اللي كان بيجرب طريقه الفراخ كانت بتعجبه قوي، ان هي سهله وسريعه وبتخلي طعم الفراخ حلو قوي، بدل بقى ايه ما تقعدي كل شويه تسلقي وتحمري والكلام ده. الطريقه دي حلوه جدا. بتبل الفراخ بالخلطه الخطيره اللي عملناها دي، وبحطها كده على البصل اللي حطيت عليه ملح وفلفل اسود بس، وبنزل بقى بقيه الخلطه كده على الوش عشان تدي الفراخ لون. وخلاص هحط لها حبه ميه تستوي بيهم، هحطها على عين البوتاجاز لغايه ما تستوي، وفي الاخر اخدها احطها تحت الشوايه تاخد لون وخلاص. بصوا يعني اسهل من السهوله، تعمليها في ثواني جنبها حبه رز ابيض وسلطه مثلا، او مخلل او اي حاجه من الحاجات دي، اكله محترمه والله، اكله جميله جدا. ادينا خلصنا من اول اكله كده. هروح بقى ايه على الفريك، جبت معلقه سمنه فلاحي حلوه كده. الفريك من الاكلات اللي بيبان فيها السمنه جدا، وحطيت فيها فصين مستكه عشان المستكه بتبقى حلوه جدا. وهنزل بقى بالفريك اللي انا نقعته وغسلته ونقيته معاكم، اشوحه تشويحه كده في السمنه والمستكه. وبعد كده بقى ايه هقول لكم هنعمل فيه ايه، هيبقى سهل جدا ويبقى جميل جدا. لو انت ما جربتيش الفريك او ما اكلتيش الفريك، بالله عليكي جربيه بطريقتي، هيعجبك جدا، مش هتستغني عنه، وهتعتبريه اكله اساسيه عندك والله. احلى من الرز والمكرونه 100 مره، وصحيه جدا. يعني الناس اللي ما بتاكلش فريك دي خسرانه كتير. جبت بصلايه كده حطيت عليها ملح وفلفل اسود وخرطتها عادي كده، وهحطها ني عليه. دي بقى بتعلي التست بتاع الفريك وبتخلي طعم الفريك حلو جدا. في ناس بتشوحها الاول وبعدين تحط الفريك، بردك دي طريقه حلوه، بس بصراحه جربوا طريقتي اللي هي اللي فيها البصلايه النيه دي، بصوا هتعجبكم جدا. بقلبه بس تقليبه حلوه كده في السمنه زي الرز، وبعد كده بنزل له الميه بتاعته. طب الفريك بياخد ميه قد ايه يا لولو؟ بصي كل كوبايه فريك بتاخد كوبايه ونص ميه، يعني بتاخد ازين من الرز شويه عشان الفريك قاسي مش زي الرز. يعني لو الرز بتحطي له كل كوبايه بتحطي لها كوبايه، الفريك كل كوبايه بتحطي لها كوبايه ونص ميه، ميه او شوربه زي ما يعجبني. طبعا انا كنت ناسيه الكبد والقوانص، ما شوحتهاش في الاول مع السمنه، بس افتكرتها رحت حطها معاه كملت سواها معاه وبقت حلوه جدا. وجبت الحمام بتاعي كان مغسول طبعا ومتورق، يعني فاصله الجلد عن اللحم كده اهو زي ما انتم شايفين كده. وخدت حبه فريك لما تشربه من الميه بتاعته وقلت احشي بيه الحمام، وبعد كده اللي اتفضل في الحله بكمل سواه، يعني بحطه على النار واوطي عليه النار خالص يكمل سواه. غير ده يعتبر الفريك ده 3/4 سوا، والربع اهو بحشي بقى ايه الحمام كويس قوي بالفريك اللي هو 3/4 سوا، والربع بيستوي في الحمام. بصوا بقى بحشيه بس مش بملاه قوي، يعني بحشي بين الجلد واللحم وبحشي بطنه بحشي صدره. فبصوا بحط كمان في الزور اهو، وما تمليوش قوي، احشي كل حتت بس خليه مهوي شويه عشان لسه الفريك هيكمل سواه ما يفرقعش معاكي. بصوا الحمامه التانية اللي انتوا شايفينها دي مقطوعه، بس مع ذلك انا هحشيها برضو وخيطها ومش هتتقطع معايا، وهيطلع شكلها سليم وزي الفل. هتشوفوه في الاخر تحفه زي ما حطيته زي ما طلعته، بس اتبعي الخطوات اللي انا قلتلك عليها بصراحه هيطلع حلو قوي. ولو انتي ما بتحشيهوش بالفريك احشيه بالفريك حاجه تانية الصراحه والله. اهو بحشي بقى البطن وبحشي الصدر، فاحشيه بس وما تمليوش قوي. وانتوا شايفين اللي هي المقطعه دي هحشيها برضو وهخيطها وهتبقى زي الفل. انا بجيب ابره كده نضيفه بستخدمها بس في الحاجات دي، وخيط نضيف وبخيطها. تقدري تعمليها انت ايه بخله تكتفيها بس كده، بس انا الصراحه بحب الطريقه القديمه دي اللي هي بتاعه التخييط دي، بصراحه دي اضمن طريقه بالنسبه لي، بتخلي الحمامه ما تفكش ولا يجرى لها اي حاجه، واما بيستوي بتشدي الخيطه تقطعيها سهله يعني. بصوا مهويه ازاي مش مليانه قوي، وشطفتها كده تحت الميه عشان ما يبقاش فيها فريك، بتبقى الشوربه نظيفه وحلوه. بصوا بنزله كده في ميه سخنه بتغلي، طبعا الميه دي فيها بقى طماطمايه ومستكه وحبهان وورق لورا وبصلايه، فيها كل التوابل بتاعتها. بحط اهو كل التوابل فيها، واروح حاطه بقى الحمام. ساعة ما بيغلي بوطي النار، ليه بقى؟ لان انت ما بتسيبي النار عاليه الحمام بيروح ويجي في الحله ممكن يفرقع معاكي. والفراخ شغاله على النار اهي،
بتستوي سوا كامل على النار من فوق، وبعد كده بحمرها تحت الشوايه. والفريك كمان بيكمل سواء اهو، موطيه عليه النار خالص، بعمله معامله الرز بقى، بيطلع مفلفل بصوا، وطعمه وريحته مش عايزه اقول لكم زي الكتاب ما بيقول بالظبط، حاجه كده ايه فاخر من الاخر. وكمان عملت شويه رز ابيض كده، تحفه، رز عادي خالص ابيض اهو، اتشرب وسايباه بيتشرب كده، علشان ايه اللي هياكل الفراخ يلاقي رز يعني. الحمام كان استوى بقى، فطلعته كده من الشوربه، بصوا جميل ازاي، ولا فرقع ولا اتخدش حتى، مع ان كان في واحده مقطوعه، بس انا عملت لها عمليه جراحيه كده وخيطتها، فبقت زي الفل بعد ما استوت. طبعا كان عندي شوربه الحمام اهي، ما فيهاش ولا وحده فريك، نظيفه زي الفل. هفضي فيها مكعب مرق كده، واتبلها كويس بقى بملح وفلفل اسود لو ما كانتش بقى ايه الملح بتاعها مظبوط. وهنزل بقى بشويه خضار مشكلين كده، كوسه وجزر وبطاطس، و كوسه وجزر وبطاطس وبسله. طبعا كلهم كانوا متفرزين عندي في الفريزر، بس البطاطس هي اللي فريش يعني، جبت بطاطسايه كده قشرتها. هحطهم في الشوربه كده اللي فيها المرقه المتحيقه الجميله دي، ولما تستوي تبقى احلى شوربه خضار حلوه جدا. انا عملتها علشان خاطر ابني النهارده داخل عليه دور برد كده، فقلت له ايه اعصر عليها ليمون بقى وكلها، كلها شفا وغذا بقى ايه شوربه الخضار. الكوسه طبعا متقطعه دواير عشان هي كانت عندي في الفريزر، كنت عاملاها تقريبا بشاميل، ودول اللي فاضوا ففرستهم. غير في شوربه الخضار لازم تبقى تقطيعه الكوسه زي الجزر يعني، بس دي علشان كانت عندنا متفرزه. الفريك بقى الحمام قصدي حمرته بعد ما استوى بقى، وحطيت تحته الفريك كده برضو بعد ما استوى، قدمته مع بعضه كده، مش عايزه اقول لكم طبق ملك الحمام ذات نفسه، مش عايزه اقول لكم يعني مش هيطلع جوز الحمام التحفه ده باللون والطعم، وطعم الفريك التحفه ده الصراحه فاخر من الاخر يعني. طق طبق تحفه، جربيه على ضمانتي والله. والرز ده اهو، ولا الفراخ اللي بالبصل بقى، بصوا استوت والفراخ بقت دايبه، وصوص البصل اللي تحت ده بصوا خطير. ده بقى تغمسيه بعيش تاكليه برز، والله طبق يعني يشرفك في اي عزومه في اي اكله، هو وطبق الحمام ده. وشوربه الخضار الجميله جدا اهي، ومخلل اللفت ده انا عاملاه في البيت، والرز الابيض اكله تحفه. طبعا انا عوضتهم اهو، عامله لهم صنفين احلى من بعض. على فكره تقدري تعملي الفراخ بالبصل دي يوم لوحدها هي والرز، وتقدري تعملي الفريك لوحده برضو لو انتوا بتحبوا كلكم اكله واحده. غير انا للاسف عامله الاكلتين دول عشان عندي ولادي مش بياكلوا الحمام اصلا، فعامله لهم فراخ واحنا هناكل الحمام. غير تقدري تعملي اكله واحده بس.